موقف النهارده برضو يا بنات منتشر جدا. صاحبتي بتقول لي راجعه من الشغل وراكبه المشروع، بس صاحبتي جبانه شويه وما قدرتش تتصرف. وهي قاعده على الكرسي حست باللي وراها بيمد ايده من من جنب الكرسي كده عشان يلمسها. هي المفروض كانت تتضير وتديله على وشه ويبهدل في كرامته الارض. بس هي عشان هاديه كده وغلبانه خافت واترعبت. اترعبت بجد يعني. كل اللي قدرت تعمله ان هي تروح تمشي تجيب نفسها على اللي جنبها يعني، وتبعد عن المكان ده. بس ده اللي على التصرف اللي عملته غلط، لان كده هيتخلاه يتغاضى يتجرأ ان هو يعمل معاها اكتر، وممكن ينزل وراها بعد ما تنزل. وممكن وغيرها بقى يعمل معاها غيرها. ليه؟ انت مش غلطان، هو اللي قليل ادب ومش محترم وعايز يتربى. بيعمل حاجة غلط، ضيري له بقى وقومي عليه الميكروباص وبهدليه. فاهمين يا بنات؟ لازم تجيبوا حقكم يا بنات، لازم تجيبوا حقكم. ما تتعملوش الناس اللي زي دي، الغلطانه اللي زي دي، الوحشه، اللي ضميرها سو، اللي ما برعوش ربنا، اللي ما بيفكروش انهم عندهم ام او اخت او انت زي امه او اخته او اخو كده. الله اعلم ايه اللي بيبقى داير في ضميرهم، وبيبقوا بيفكروا طب هو كسب ايه. انا عايزه افهم يعني. لما تمدي ايدك الطويله اللي عايزه اقطعها وتمدي ايدك من ورا الكرسي عشان تلمس واحدة قدامك أو وراك، أنت كسبت إيه؟ وليه تعمل كده؟ ليه تغضب ربنا؟ وليه تعمل حاجة حرام؟ ربنا يهدينا جميعا ويهدي الأمة الإسلامية كلها ويهدي كل الشباب اللي بالشكل ده. ربنا يهديهم 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 يهديهم.